يلا ماشي. بسم الله. والله جامد. تحفة يا جماعة، تحفة يا جماعة والله. يلا سلام، بحبكم. زي ما سمعنا كده هنعمل ان شاء الله فتة الرز بلبن. فتة الرز بلبن دي وجبة بدل العشاء. يعني الناس اللي هي مش عايزة تتعشى اكل تقيل او اكل دسم، بيعملوا رز بلبن فتة منها، بيبقوا حل وفي نفس الوقت بياكلوا اكلة بسيطة وفي نفس الوقت مغذية. هنتكلم عن المقادير كده. ده كيلو ونص من اللبن، وربع كيلو رز، وطبعا لبن بودرة 3 معالق كبار، واربع معالق نشا، والفانيليا هتكون من كيس لكيسين فانيليا، مش هنزود عن كده. هنكمل بقية المقادير بقى واحنا شغالين ان شاء الله. دي طبعا شوية مية حطيتهم على النار في الحلة، وحطيت فيهم الرز زي ما انا قلت، ربع كوباية رز متنقية ومغسولة كويس او متصفية، وبحطها في المية، وهحط عليها نص معلقة ملح زي ما احنا شايفين كده، نص معلقة ملح صغيرة، وهسيبها على النار لحد ما الرز يستوي. على ما الرز يستوي زي ما احنا شايفين كده، ده عيش انا محمصاه في الفرن علشان هعمل بيه فتة الرز بلبن. في ناس بقى بتحط بسبوسة، وناس بتحط بسكوت، وناس تحط كيك. انا عايزه اقول لكم الفتة دي ما بتحتاجش بقى الكلام ده كله. عيش بلدي خالص من اللي احنا بنجيبه من الفرن، وبيتحمص زي ما احنا شايفين كده وبيتكسر. نرجع بقى للرز بتاعنا. بصوا ما شاء الله الرز خلاص استوى. شايفين الرز نفش وملأ المية اللي انا كنت حطاه يتسلق فيها. الرز خلاص كده بقى ببدأ انزل عليه اللبن، بحط اللبن كله، وهشطف كده مكان اللبن واحطه على الايه الرز بلبن، وهنقلب كده. طبعا زي ما احنا شفنا كده كمية المية اللي بسلق فيها الرز ما بتكونش كمية مية صغيرة علشان الرز ما يشربش المية وينشف. على ما اللبن بقى رز بلبن كده يبدأ يغلي تاني على النار، بجيب بقى النشا. انا بحط 4 معالق. وانا عايزه اقول لكم النشا دي حسب نوع النشا، لان في نشا مهما تحط منها بتلاقي الميه مش عايزه، او الرز بلبن مش عايز يتخن معاكي، يبقى سميك. طبعا انا حاطه 4. لو عملتي 4 وطلعوا خفيف لسه مش عايز يلف معاكي، زودي كمان نشا، لان زي ما انا قلت ده حسب نوع النشا اللي انت بتستخدميه. هحط النشا طبعا في كوبايه كبيره كده، واحط عليها شويه ميه الاول وادوبها، علشان لو نزلت بالنشا على طول على الرز بلبن هتكلكع معايا في الرز بلبن. ندوبها كده كويس زي ما احنا شايفين. وهاجي على الرز بلبن وابدا احط الاول السكر. السكر برضو التحليه دي بترجع لك، حباه مسكر قوي او متوسط دي حاجه بترجع لك، بس بيفضل ان الرز بلبن السكر بتاعه ما يبقاش قليل، وفي نفس الوقت ما يبقاش زياده، يبقى زياده عن المظبوط شويه عشان يبقى طعمه حلو معاكي. طبعا هتدوقي وانت بتحطي السكر علشان تشوفي كميه السكر مظبوطه معاكي ولا لا. وبعد بقى ما اقلب كويس، طبعا انا ما حطيتش السكر غير لما حسيت ان هو قرب يغلي علشان السكر يدوب في الرز بلبن من الحراره. هبدا اغطيه كده بالراحه عشان ما يفورش معايا، عشان اشوف اللبن اول ما يغلي بقى، وهنزل بالنشا. شايفين كده بقى الرز بلبن اهو خلاص بدا علشان يغلي معايا. وهو على النار كده لازم نقلب فيه بالراحه كده كل شويه علشان الرز ما يترسبش تحت ويتلسع مننا. بدأ يغلي اهو زي ما احنا شايفين. هقلب كده بالراحه، وبعدين هجيب الفانيليا وهحطها زي ما احنا شايفين كده. انا هحط كيسين من الفانيليا علشان الكميه اللي انا عاملاها كتيره شويه. يعني لو هتعملي نص كيلو لبن هو كيس فانيليا بس، انا عامله كيلو ونص لبن. وحاطه عليهم زي ما احنا شايفين كده 3 معالق كبار لبن بودره.
وهدوبهم برضو بشويه ميه صغيرين قوي علشان اللبن ينزل معايا على الرز بلبن ما يكلكعش معايا. وهضيفهم هنا على الرز بلبن. بصوا القوام بتاع اللبن البودره، عايزه اقول لكم اللبن البودره يا جماعه بيدي نكهه حلوه قوي قوي في الرز بلبن. وعايزه اقول لكم ان ده مش رخيص ولا حاجه، بالعكس هو زيه زي اللبن تقريبا. الكيلو منه من اللبن البودره ب200 تقريبا و10 جنيه. انت بتجيبي زي ما انت عايزه من عند العطار، انا ما بجيبش نيدو، بجيب اللبن البودره السايب. عايزه بقى ب20، عايزه ب30، عايزه ب15، زي ما انت عايزه بيديكي حسب الكميه اللي انت عايزاها، علشان ما تجيبوش وتركنيه عندك في البيت لو مش بتستخدميه. ده العيش طبعا زي ما احنا شايفين كده، بعد ما قطعته بقى متحمص في الفرن. عيش بلدي عادي خالص بيتحمص في الفرن ويتقطع قطع صغيره كده ويتحط شويه في الطبق اللي انا هحط عليه الرز بلبن. ده بقى بيبقى حلاوته ان هو يتاكل وهو سخن، يعني مش هو بيلسع. اول ما يهدى شويه كده تبداي تاكليه، هتلاقي حاجه بقى جميله 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 في الطعم ما شاء الله. انا قربت طبعا السلطانيه اللي انا حطيت فيها فتة الرز بلبن من الحله، علشان بس ايه ما تنقطش معايا على الرخامه وانا بحط رز بلبن فيها. بص هو لحد كده خلص خلاص. عايزه انت بقى تزودي دي اضافيه، عايزه تزودي جوز الهند، بتدي طعم حلو قوي قوي في فتة الرز بلبن بصراحه. لو حابه تحطيها، وبحط عليه كمان زبيب. وكده خلاص يعتبر وجبه العشاء الخفيف اللي انا عملته خلص. يعني ايه عشا خفيف؟ هتقولي لي بقى رز بلبن دسم لا خالص، هو مش دسم للدرجه اللي هي، وفي نفس الوقت انت بتاكلي طبق واحد بيبقى كفايه قوي ان انت تعشي بيه وتنامي. ده الزبيب كده زي ما احنا شايفين. هعمل بقى بقيه الكميه وارجع لكم تاني علشان ما اطولش عليكم. دي بقى كميه الرز بلبن. عملت ما شاء الله، جبت السلاطين تقريبا اللي عندي كلها وعبيت فتة رز بلبن. زي ما انا قلت لكم عشا خفيف ومش مكلف. ما تروحيش تجيبي بسبوسه عشان تعمليها معاه، ولا بسكوت ولا اي حاجه. اعمليها بعيش بلدي خالص من العادي، حمصيه وكسريه واعملي الرز بلبن عليه وضيفيه. عايزه تعملي تكات زياده، اعملي زي ما انا عملت كده، شويه لبن بودره على شويه جوز الهند على زبيب. دول مكملات بتزود الطعم جمال، لكن هو في كل الحالات بيكون جميل جدا. وكده وصلت معاكم لنهايه الحلقه. يا ريت لو الحلقة عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا القناة يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا علامة الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات.